كابتن نقول لك مبروك، قدمتوا بطولة كبيرة وهارد لك. اليوم المنتخب الأردني ما ظهر بشخصية اللي ظهر بها أمام العراق وكوريا، وكل خسارة لها أسباب. سؤالي بشقين: ما هي أسباب الخسارة اليوم؟ هل الدافع المعنوي اللي ظهرتوا به أمام العراق وكوريا كان له مردود سلبي في المباراة النهائية؟ والشق الثاني: هل كانت الاحتفالات المبالغة من الجمهور أثرت سلبيا على الفريق؟ وشكرا لك. هو بالعكس، يعني الاداء يعني المميز اللي ظهرنا به في مقابله العراق وكوريا لا يمكن الا ان يعطينا ثقه اكبر في الامكانيات اللي هي موجوده ديال اللاعبين. الثقه ما بين اللاعبين انفسهم فرديا وجماعيا، وما بين الاطر الفنيه والجماهير يعني العضويه اللي كانت حاضره وشجعت. طبعا انا تكلمت على الجانب يعني الذهني. انا حاولت على انه اصلا انك تلعب نهائي القاره فهو اصلا هذا ضغط لنفسه، وبالتالي احنا لا نحتاج لضغط اخر ياتي يعني خاصه يعني من المحيط ديال الفريق. انا حاولت على اساس انه نفس الكلام اللي قلته، استمتعوا بالكره ولعبوا بدون مركب ناقص. مع الاسف انه حتى توقيت ضربه يعني الجزاء في الشوط الثاني رجعنا في المقابله، كان هذاك التوقيت كان شي شويه صعب، وهو اللي ربما احرمنا، ما خلاناش اننا ناخذوا الفرصه ديالنا نرجعوا ونتعادلوا. وكان ممكن اننا لو تعادلنا وبقى واحد المده اطول كان ممكن اننا نخلقوا فرص ونتقدموا يعني في النتيجه. ما عرفتش من اللي احتفل، انا ما احتفلش. من اللي احتفل؟ ولهذا انا ما عرفتش انا من اللي احتفل. انا لهذا شوف، نصيحتي كانت للاعبين، وانا حاولت. شوف انا ما يمكنش انا كمدرب غادي نمشي ناخذ لهم التليفونات والايبادات او انهم ما يتواصلوش يعني تليفونيا مع الناس ديالهم، اوكي. بس انا كانت نصيحتي بعد المقابله وحتى قبل مقابله كوريا على اساس انه لازم الواحد انه يحط واحد الحد، لانه الكلام ولو بحسن نيه ممكن ياثر سلبا على اللاعبين، وهذه اشياء كنتعلموا منها احنا كمدربين، وحتى اللاعبين خاصهم يتعلموا منها المستقبل. هو طبعا يعني ما وصل له المنتخب اليوم فهو مجهود الجميع، وهذا من باب من باب المسؤوليه ومن باب الواجب المهني، اننا يجب ان يعني في كل محطه يجب ان نبذل يعني قصارى جهدنا. اول حاجه لتلميع الصورة، أول حاجة الصورة الشخصية، وبالتالي يعني من بعدها تلميع يعني وإفراح يعني الجماهير. وأظن هذا الشيء عادي جدا أنه الفريق يفرح الجماهير ديالو. شكرا لكل من ساند، لا من قريب ولا من بعيد، يعني اللاعبين حتى يؤدوا يعني بهذا الروح وبهذا الالتزام الفني، وأنهم يوصلوا لهذا المستوى الجيد. في سنوات، لكن تأخر في التبديلات، شو تبريرك عليه؟ ويعطيك ألف عافية. أنا بغيت نعرف من اللي كان يعني سيء يعني في الشوط الثاني حتى نغيره، يعني لأنه الرؤية ديالتي أنا لأنه اللاعبين كانوا ماشيين بشكل صحيح وأنه ضغطنا ورجعنا في النتيجة، لكن التوقيت يعني هذا الهدف الثاني القطري هو اللي شي شوية صعب بعد المأمورية، وجاء بعده مباشرة يعني ضربة الجزاء يعني الثالثة. انا تكلمت وانتم عارفين، وانت عارف ادرى من هذا الشيء، انت ادرى، وانتم يعني خاصه يعني الصحافه الاردنيه انتم ادرى انه نذكرك فقط يعني ببعض الاشياء ما بين اظن الدوره الرباعيه والمباريات اللي لعبناها امام اقصائيات يعني المونديال السعوديه وطاجيكستان، الدوري توقف اضراب جماعي. هذا يساعد المنتخب، هذا يساعد في جاهزيه اللاعبين. انا كنتبع كل صغيره وكبيره على اللاعبين. مع الاسف انا ما كنبغيش نتكلم شويه كثير على اللاعبين، المفروض نتوما اللي تتكلموا عليهم. انا المفروض هنايا الدور ديالي هو انني نحمي اللاعبين وانني نشجعهم وانني نشتغل معهم. هناك لاعبين اللي كاينين موجودين في اللائحه اللي ما لعبوش المباراه الاخيره مع في البطوله، يعني في الدوري مع الانديه ديالتهم. هناك من لعب ولعب شوط ولا 50 دقيقه وكان سيء جدا، هناك ما كان في دكه الاحتياط. وبالتالي انا تنظن يعني الشروط او اسباب او مسببات يعني المستوى الجيد هو الالتزام. وانا قلتها قبل قليل انه من الجانب الثاني
يجب على الانديه ان تساعد اللاعبين باش توفر يعني الظروف اللي هي جيده. لما كتكلم انت عارف على انه الفيصلي ما تدربوش اللاعبين ديالو 3 ايام، عارفها انت ولا مش عارفها؟ 5 ايام، هذا لا يساعد المنتخب. كيفاش بغيتي لاعب ما واخدش الرواتب ديالو 5 شهور وغتجي في المنتخب وخاصك تنزلو وتدخلو؟ الناس متذمرين. وبالتالي انا تنظن يعني ما جرى في الفتره السابقه تقريبا مده 1 شهرين ونص ولا 3 شهور، فهو اللي ما كيخلينيش انا وما كيشجعنيش انني يعني نغير بالسرعه اللي هي المطلوبه. اضافه الى مباراه البحرين حنا غيرنا 5 لاعبين. كيف كان المستوى؟ لما اكون راضي على المستوى ديال المنتخب البحرين على ضد المنتخب البحريني. ليش؟ لان درنا هما 5 ديال التغييرات. اللاعب تعطي الثقه وتعطي الامان للمدرب لما تيكون تيقدم واحد المستوى في المباريات الوديه وفي المباريات الرسميه. لما كتعطي واحد الفرصه كيبين لك وتلتزم وتتحس به على انه حاب على انه ينافس على المكانه ديالته، وبالتالي هذا كيشجعني انني نغير. انا ما كرهتش نغير 5 ولا حتى 5 ولا نجيب 6 ولا حتى 6 مره واحده، لكن هذه قناعتي وقناعتي مع الطاقم التقني على اساس انه اللاعبين اللي تيبداو هما اللي وطبعا يعني الفريق رجع مع الاسف. مع حسن الحظ انه الفريق رجع، لكن مع الاسف هذاك التوقيت ديال الهدف الثاني هو اللي كان شي شويه قاسي علينا. نعم. All right, we have come to the end of the press conference. We thank شكرا لكم. Thank you very much. شكرا، يعطيك العافيه.